النهاردة جايبالكم وصفة خطيرة حلوة قوي وسهلة، يعني مفيش أسهل من كده. والنتيجة زي ما انتوا شايفين روعة. محدش هيصدق إنها سهلة كده، والحشو من جواها طعمه مفاجأة. يلا حطوا لايك، ولو ما اشتركتوش اشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل جديد. المكونات سهلة قوي. هنحتاج 200 جرام دقيق، يعني ما يعادل كوبايتين دقيق. هشيل منهم 3 معالق كبار وهحط بدلهم كاكاو. هنخله كويس قوي، وهحط معلقة كبيرة بيكنج باودر، ونقلب الخليط مع بعضه عشان يبقى جاهز. هحتاج 3 بيضات، وهضيف نص كوباية سكر وفانيليا، واضربهم بالمضرب كويس علشان السكر يدوب. مش محتاجين ضرب كتير، يعني 3 دقايق بس. ممكن يتعمل بالمضرب السلك العادي لحد ما السكر يدوب. بصوا كده لونه بقى فاتح. ضربت البيض لحد ما لونه بقى فاتح. هوقف المضرب وهحط نص كوباية حليب ونص كوباية زيت، ونضربهم مع بعض. انا عايزة اقلبهم، مش هضرب كتير. وهحط المكونات الجافة شوية شوية. بس مش هضرب بالمضرب كتير عشان الدقيق. هقلب بقى كل الدقيق اللي على الجوانب بأي معلقة. هحط خليط الكيكة في صينية، دي صينية مقاس 30 في 30. هحط من تحت ورقة زبدة علشان الكيكة ما تكونش ناشفة من تحت، ولما اطلعها تطلع بسهولة معايا. اظبط بقى الكيكة عشان ما تكونش في حتة عالية وحتة لأ، عايزاها كلها تكون مستوى واحد. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، هي درجة حرارة الكيك. انا بحب احطها في الرف اللي فوق. بعد ما استوت اخرجها من الفرن واسيبها تبرد على الاقل 5 دقايق. ونقطعها دواير، ممكن نقطعها بكوباية او بقطعة المقاس اللي انت تحبيه. انا قطعتها بقطعة مدورة، ولو في مكان لدوائر صغيرة هقطعها بقطعة صغيرة. القطع اللي باقية من الكيك دي مش هرميها، هستغلها وافرمها في الكبة. يعني كل اجزاء الكيكة هنستغلها، مش هنرمي حاجة منها خالص. عايزاها تكون مفرومة وناعمة قوي زي كده بالظبط. هسقي دوائر الكيك بشربات خفيف او مية وسكر، يعني نص كوباية مية عليهم معلقتين سكر. وهنسقي الكيك كويس عشان تكون طرية قوي. لما نقطعها بالمعلقة كده تنزل معانا كده وتدوب. هعمل الكريمة اللي هحشي بيها. هي عبارة عن كوباية كريم شانتيه، وعليهم كوباية حليب، ومدوبة معاهم معلقتين سكر. ندوب السكر في الحليب الأول ونضربهم بالمضرب. هنضربهم لحد ما تكون قوام الكريمة متماسكة زي كده بالظبط. بس هي طريقة الكريمة سهلة قوي. هحط نوتيلا في الوسط، مش كتير يعني، دي كمية قليلة بس بتفرق جدا في الطعم. بتخلي طعم الكيكة حلو قوي، بتخليها في حتة تانية خالص. بتخلي طعم الكريمة مختلف بجد. لو انتوا بتحبوا الشوكولاتة قوي يعني ممكن تزودوا الكمية، بس انا شايفة ان دي كمية كويسة. هحط عليهم الكريمة اللي ضربناها. انا حاطة الكريمة في اكياس تلاجة عادية خالص. اكياس الحلواني خلصت عندي، فعادي حطيت الكريمة في كيس تلاجة بتدي نفس الغرض. هنحط كمية كبيرة من الكريم شانتيه. هي بتبان ان هي كمية كبيرة، بس هي مش كمية كبيرة ولا حاجة، هي كمية معقولة قوي. هتشوفوا شكلها في الاخر ان هي مش كمية كبيرة ولا حاجة. هاخد الكيك اللي فرمته واحطه على الكريمة من فوق. عايزين نغطي كل الكريمة، مش عايزين اي حتة من الكريمة تكون باينة عشان تكون مفاجأة لكل اللي بياكلها. هي سهلة قوي، طريقتها سهلة جدا. كل اللي بياكلها ما بيصدقش ان اللي فوق ده كيك مفروم، بيستغرب ازاي الكيكة دي محشية كريمة كده. بصوا جمالهم، شكلهم روعة بجد. هرش عليهم كاكاو.
رشة الكاكاو دي بتفرق جدا وبتخلي الطعم حلو قوي، بتخلي الطعم شوكولاتة خالص، وكمان بتفرق في الشكل، بتخلي الشكل حلو قوي كأنك جايباها من بره بالظبط، يعني نفس شكل الحلويات الجاهزة. كده الحلو بتاعنا جاهز. ايه رأيكم بقى؟ شكله حلو قوي. بصوا سهلة وبتدوب ازاي. شكلها بيفكرني بكيكة جاهزة بس مش فاكرة اسمها دلوقتي. لو انتوا عارفين ممكن تقولولي في التعليقات. بس لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك وقولولي رأيكم في التعليقات. باي باي.